فيديو النهارده هعلمك ازاي تاخد انجلش في حقن تصحى تاني يوم تبقى بتتكلم انجلش بيرفكت. انت لو تعرف انا كنت بتكلم انجلش ازاي زمان كنت هتقول ياه انت ما ينفعش تتحرك خطوتين قدام. الانجليش دلوقتي لغه مهمه جدا، كل الشركات بتحتاجها، حتى لدرجه ان دلوقتي بقى ان انت معاك لغه ايه تانية غير الانجليش. فعشان كده الواحد لازم يتعلم ويطور من نفسه، ومش لازم يدفع فلوس كتيره جدا في كورسات. علشان كده الواحد بيحاول الحاجات اللي اتعلمها يقدر يفيد بيها غيره. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه ادهم متسم. ايوه العنوان اللي انتوا شفتوه ده حقيقي، ازاي اتعلم انجليش في اسبوع واحد. جالي رسائل كتيره جدا ازاي نتعلم انجليزي، لازم نروح كورسات وندفع فلوس 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 فلوس. اتعلم. حلكم عندي، اتفرجوا على الفيديو ده هتعلموا حاجات كتيره جدا. بس الاول نعمل كوفي ونمخمخ الدماغ عشان نبدا كلام على رواق. انت كمان قوم اعمل لك شاي ولا نسكافيه وتعالى نتكلم. ايوه I can fix it. يلا بينا. وبكده يكون الواحد جهز وظبط الدماغ. يلا بينا نتكلم. موضوع ان الواحد يتعلم انجليزي توبيك شاغل ناس كتيره جدا، بس الفكره ما بيبقوش عارفين يبداوا منين، او ما فيش امكانيات في المصاريف ان هم يروحوا كورسات ويدفعوا فلوس كتيره جدا. طيب في جزء تاني من الناس انا بروح الكورس وبقعد وبحاول ان انا اتكلم، بس في الاخر لما بروح البيت بحس ان انا ما اتعلمتش او ما بعملش براكتس كفايه ان يخليني افضل محافظ على الكلمات اللي عندي واقدر اعمل براكتس واتمرن في الكلام. في جزء تاني من الناس يروحوا الكورس وبيبقوا فاكرين ان هم لما هيدفعوا فلوس كده هم هيتعلموا انجليزي. في اخر الكورس هيدوهم حقنه فيها الحقنه بسرعه، ارجوك محتاجه بسرعه. يطلعوا وبيتكلموا انجليزي تمام. فانا مش محتاج بقى اتعلم ولا ادرس ولا احفظ ولا اعمل براكتس ولا اشوف اي طرق تانية. انا بس محتاج ادفع فلوس كلها واروح الكورس وارجع من الكورس. رايحه فين يا منال؟ رايحه الكورس. راجعه منين يا منال؟ راجعه من الكورس. بس ده اخرها. لكن في اخر الكورس انا عايزه بقى اتعلم انجليزي. امال انا دفعت فلوس ليه؟ لكن مش عايز ابذل مجهود. وانا قاعد بحضر للفيديو قعدت افكر كده، يا واد يا ادهم ازاي تقدر تساعد اخواتك وحبايبك في ان يتعلموا انجليش اسهل. قعدت اعمل الريسيرش بتاعي علشان اشوف ايه اللي ممكن اقدر اقدمه. طلعت لكم ب5 قنوات حلوين جدا في ازاي تتعلم انجليش من الصفر كده، من الصفر. هتيجي تقول لي يعني بعد لما اقعد اتفرج على فيديوهات بعد اسبوع هعرف ابقى بتعلم انجليزي كويس؟ هقول لك لا. الموضوع محتاج اراده، محتاج ان انا عارف انا بعمل ايه وعايز اوصل لايه. بس يا كلب انا مش بعمل فيديو. اول قناه هي Learn English with Bob the Canadian، وهو بيعمل فيديوهات بيحط كلمات ومصطلحات حقيقيه في مواقف حقيقيه يخليك تقدر تجمع الكلمات وايه اللي ممكن اقدر اقوله في السيتويشن دي. وتاني قناه هي English Speaking Course، وهو باختصار القناه للمستويات الاولى والمستويات اللي هي نص نص. والقناه باختصار بتقول لك كلمات بشكل بطيء جدا تعلمك ازاي تنطق الكلمات بشكل صحيح. ثالث قناه English with James. عجبتني جدا القناه علشان هو بيعلمك القواعد الانجليش بشكل مفصل وبيرد على اي سؤال انت مش فاهمه او مش فاهم الجرامر ده ليه بيتقال كده، بيرد عليك. فعجبتني جدا ان هي بتخص اكتر وبتفوكس على الجرامر وازاي تجمع الجمل. رابع قناه هي لينجوا مارينا. مارينا بتعمل فيديوهات حلوه جدا عجبتني، ان بتستخدم المصطلحات اللي الامريكان بيستخدموها اليوميه وبتحطها في جمل وبتقول لك ازاي نستخدمها وايه المواقف اللي بالظبط ينفع نستخدم فيها المصطلحات دي. خامس قناه وهي انجلش وذ لوسي. لوسي بتخص بس البريتش اكسنت، فانت لو حابب تتعلم البريتش اكسنت اكتر ومش عايز تتعلم الامريكان فيبقى انجلش وذ لوسي از ذا بيرفكت شانل ان انت تتعلم من خلالها الانجليش البريتش. هتيجي تقول لي هي دي بس القنوات اللي اقدر اتعلم من خلالها الانجليش؟ لا، في قنوات كتيره جدا. انا بس اديت دول اكزامبلز وعملت ريسيرش عليهم وحبيت ان انا اعرضهم ليكم. بس انت ممكن تدخل تشوف الشانلز ديت، هسيب لك اللينكس بتاعها down below the video. You can check them.
تشوف عجبوك ما عجبكش في قنوات كتيره جدا، بس اهم حاجه بس دور على channel او حد بيدي كورسز على اليوتيوب او اونلاين very organized، علشان تقدر دماغك تقدر تستوعب الفيديوهات بشكل مبسط ويكون مرتبه، علشان العشوائيه هتبوظ الدنيا معاك. وطبعا كالعاده لازم اطلع كولا في كل فيديو عشان بيحب يسلم على الناس. تعالى كولا، come here، قول هاي، قول هاي لاخواتنا واصحابنا. جرب البلوفر بتاع الكريسماس عشان يبقى جاهز للسنه الجديده حبيبي. الانجليش عمره ما يتاخد في حق. خليني اشرح لكم كده باختصار كده تجربتي الشخصيه في تعليم الانجليش. كان عمري 15 سنه وما كنتش بعرف اتكلم انجليش كويس خالص. جالي فرصه في منحه في سنتر اسمه اميديست، امريكان ميدل ايست في مصر، ودخلت الكورس وكنت اصغر واحد في الكورس ده. كانت منحه مموله من الحكومه الامريكيه. كنت اصغر واحد، ما كنتش بعرف اتكلم انجليش خالص كويس، وكان التيتشرز اللي كانوا بيدرسوا لنا كانوا امريكان، فما كانوش بيتكلموا عربي خالص. هو البروز ان تتعلم انجليش. كنت بواجه دايما تريقه وضحك من صحابي اللي كانوا معايا في الكورس ان انا ما كنتش بعرف اتكلم انجليش، وان انا كنت اصغر واحد، فكل لما كنت بتكلم كانوا بيتريقوا عليا او بيضحكوا عليا ان انا مش عارف اتكلم كويس، وبحاول ان انا اخبط في كلمات واقول كلمات غلط وجرامر رايح ضارب في الحيطه وخارم الحيطه ومعدي من الناحيه الثانيه. بس اصريت ان انا عايز اتعلم انجليش كويس وهفضل وراه، ومش هيأس ومش هخلي حد من الناس اللي حواليا يقدروا يكسروا نفسي او يكسروا ان انا ثقتي في نفسي ان انا اتعلم كويس. فده اول خطوه. ان في مشكله كبيره جدا في الميدل ايست وفي الدول العربيه، هو ان انت لما بتشوف حد بيتكلم لغه مختلفه عنك او بيتعلم لغه تانية وما بينطقهاش بشكل مظبوط زي ما الكتاب بيقول، فبنبدا ان احنا نتريق عليه او نقلل من ثقته بنفسه، ان هو انت ما ينفعش تتكلم، انت بتتكلم ليه؟ انت بتتكلم انجليش غلط ولازم تتكلم بطريقه معينه. فغير ان انت لما حد مثلا في الدول المتقدمه او اوروبا او امريكا لما حد بيكون بيتكلم لغه ثانيه، ده بيبقى بالنسبه لهم حاجه قويه جدا وانجاز. حتى لو انت بتتكلم انت مش مطالب تتكلم بنفس الاكسنت ومش مطالب تتكلم بنفس طريقه النطق، ان انت اصلا دي مش لغتك. ففكره ان انت بتتكلم لغه تانية اللي هو المادر تانج بتاعت الشخص اللي قدامك، ده في حد ذاته حاجه كبيره جدا ان انت بتتكلم وبتتناقش معاه بلغته هو. فده اول خطوه الواحد محتاج ان هو يقوي نفسه ويقوي من قدرته وثقته بنفسه في ان انا عايز اتعلم حاجه، فما اسيبش ودني وما خليش حد يقلل مني. ان ده اول خطوه في الفشل. والله ما كلام انشا، انت لو قعدت مع نفسك كده وفكرت فيها هتلاقي ان انت بتقوي نفسك وبتطور من نفسك بنفسك. ده حاجه يخليك يعني تبص على نفسك. انا قلت كلمه نفسك كتير قوي في الجمله مش عارف ليه، بس ده بيخليك تبص على السيتويشن بشكل مختلف. لازم تبقى فخور بنفسك، عارف؟ لازم تبقى فخور، عارف الكلمات اللي هي قوي نفسك بنفسك، انت اللي مسؤول عن نفسك، خليك قوي، خليكي قويه وروحي اتعلمي انجليزي يا بنت علشان يقول عليك انت متعلمه. بس بجد والله اقعد مع نفسك كده وشوف ايه اللي محتاج تطوره من نفسك. الوقت بيجري والوقت اللي بيعدي ما بيرجعش تاني. انا حاسس نفسي ان انا بتكلم جد جدا وانا اصلا ماليش في الجد الصراحه، بس حبيت ان انا افيدكم بفيديو ممكن نتعلم حاجه منه. لو الفيديو ده فاتكم حابين تشوفوا فيديوهات اكتر، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتدوسوا على الجرس عشان يجيلكم اي فيديو بنزله ليه علاقه بالسفر، بالمنح، تبادل ثقافي، فرص تدريبيه. ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتس لو في حاجه معينه حابين تتعلموها ليه علاقه What are you doing? الحماس اخدني، بس الفازه كانت هتقع. الحمد لله ان انا ما اتكسرتش. لو حابين تتعلموا حاجه معينه خاصه بالتوبيك ده او حاجه ليها علاقه بالمنح او بالسفر، اكتبوا لي في الكومنتس تحت وانا هعمل اقصى ما عندي ان اقدر اساعد. ان انا بشوف الموضوع ادام الواحد ربنا الحمد لله يعني اداله فرصه في حاجه معينه اتعلم من خلالها، فواجب عليا ان انا اللي انا اتعلمته ده او الفرصه اللي جات لي دي اللي ما قدرتش تيجي لحد تاني، ممكن اقدر اقدم حاجه تقدر تفيد الشخص التاني ده. بس يا رب ما كنتش طولت عليكم واشوفكم في فيديو جديد.